قبل أن ننتقل إلى قبل أن ننتقل إلى المقال التجميعي المونتاج، هذه تتمة المقال الإخباري l'article d'information، تتمة لذلك النموذج، فهو طويل جدا. كذلك المقال، إذن المقال التجميعي المونتاج. المقال التجميعي هو جنس صحفي يعتمد مصادر صحفية مكتوبة يقوم الصحفي بتوضيبها دون ما حاجة إلى إعادة صياغة المادة كما هو الحال في المقال التركيبي إلى آخر كل هذه التفاصيل. ننتقل مباشرة إلى معايير الجودة. هو خبر صرف خام دون إيقاع من الرأي، يعتمد وثائق ومصادر مختلفة مكتوبة يتم اجتزاؤها دون إعادة صياغتها. هو في الغالب أطول من المختصر الموضح، يتجاوز في الغالب النواة الصلبة للإخبار ليجيب عن كيف ولماذا الإخباريتين. يهتم فيه الصحفي بترتيب أجزاء المادة التي يقترحها البناء وتحقيق التناغم النصي عبر الجمل والكلمات الواصلة، تحقيق الانسيابية. كذلك هنا لدينا معايير أخرى يخضع لبناء الهرم المقلوب ومستلزماته، واضح خطابا وأسلوبا، يشار فيه إلى المصادر الموظفة المتكاملة أو المتناقضة، لا ينتهي بخاتمة، يحمل عنوانا إخباريا غالبا ما يكون رئيسا وثانويا. إذن هذا على هذا الخلل. إذن هذا هو النموذج. إذن نموذجه مكتوب الإرهاب في إنجلترا. سنقرأ بعض من هذا النموذج، فهو أيضا مطول في هذه الصفحة ووراء هذه الصفحة. الإرهاب في إنجلترا أصله إنجليزي، لندن وكالة الأنباء. كشفت دراسة حادثة أمس أن غالبية من وصفتهم الدراسة بالإرهابيين المسلمين في المملكة المتحدة هم رعايا بريطانيون، وذلك بينما تستعد بريطانيا لإحياء الذكرى الخامسة لهجمات 7 يوليو الدامية التي استهدفت وسائل النقل العام لبريطانيا عام 2005 إلى آخر هذا المقال كما نرى هنا. كذلك نقلب الصفحة لنرى، فهو مطول على المقال الإخباري نوعا ما كما ترون.